يكون بذلك الذي يمكن أن يهز ثقة اللاعبين. وحدث في الشوط الثاني ما تكلمنا عنه في الشوط الاول، ترجمه الاستحواذ، ترجمه السيطره الى فرص، الى اهداف. هذا ما حدث في الشوط الثاني، هدف واحد من تسديده وحيده في الشوط الاول. في الشوط الثاني 4 أهداف، اضاف 4 أهداف، فرص عديده، كرات على الاطراف. لكن مستوى نشوف مستوى ديليفو في المباراتين اللي لعب فيهم في هذا في الكاس، او في كل مباراه يلعب فيها مع الفريق الثاني، يتألق، يسجل، يصنع. ما اتكلم عن الخصم، اتكلم عن سلوك اللاعب. نعم. يبادر، رغم اعتماد فالفيردي عليه في الموسم او في بدايه الموسم كمهاجم ثالث مع سواريز ومع ميسي، لكن مع وجود ميسي وسواريز والفريق الأول تشعر أنه يتنازل عن إمكانياته، يتنازل عن مهاراته في سبيل أنه أحيانا يمرر، أحيانا يعني شفناه اليوم وشفناه في المباراة اللي فاتت، لاعب سريع، لاعب يستطيع المرور من أي لاعب، ما يستغل مهاراته كثيرا إذا لعب مع الفريق الأول، يلعب دائما في ظل اللاعبين الكبار. لكن اليوم اعتقد في مميزات كثيره لبرشلونه، لفالفيردي طبعا في سنعود الى هذه المميزات كابتن بشار، ولكن نلوي ان هناك 3 مباريات ستنطلق بعد لحظات. طبعا هذه المباريات هي مباراه اتلتيكو مدريد والتشي، يعلق على المباراه زميل احمد البلوشي. هناك ايضا فريق اتلتيك بيلباو يواجه فورمنتيرا ويعلق عليها عامر بالطبع الخزيري. ثم ايضا هناك مباراه لاس بالماس وديبورتيفو لا كورونيا، وهذه المباراه بالطبع سنقدمها مسجله وندون بين هذه المسجله. طبعا قلت لكم بان مباراه سوسيداد ستقدم مسجله، وبالطبع هي اصبحت الان جديره بالمشاهده ان نرى الفرق الصغيره كيف تحرج الفرق الكبيره وتخرجها من مسابقه الكاس، الكاس التي لا تعترف بموازين القوه، من يلعب في الدرجه الاولى ومن يلعب في الدرجه الثالثه او الرابعه. عشان نتذكر الكوركون كان في الدرجه الرابعه واقصى ريال مدريد برباعيه نظيفه ايام بيريغريني، ثم بعد ذلك جاء مورينيو وكان يتحدث دائما على ان الريال خرج من فريق رابع، يقول انا على الاقل لم اخسر مع فريق رابع، انا اعدت ريال مدريد الى واجهه الالقاب. اعود اليك الى نقطه نتكلم عن الايجابيات اللي اخذها برشلونه في هذه المباراه. تالق فيدال، تالق الكاسير اللي ايضا تالق في المباراه الاولى، وتوقعنا انه يمكن يعتمد عليه فالفيردي في مباراه الدوري، لكن هذا لم يحدث. اليوم يعود مره ثانيه تالق. نشوف اليوم ايضا عوده سيرجي روبرتو، عوده سيرجي روبرتو. فيدال كان خلف يمكن 3 أو 4 أهداف من الشوط الثاني، وتألقه كان واضح. نشوف ايضا الهدف الثالث، الفريق قدم شوط ثاني بغض النظر عن الخصم ومستوى الخصم، لكنه قدم شوط ثاني اعتقد مثالي. كابتن عدنان، قلنا بان هذه المباراه في نهايه المطاف اللاعبون استمتعوا، كان حصه تدريبيه، شاهدنا بيكي في الهدف كيف صعد وكيف شارك. هذه امور لم تتاتى للاعب في المباريات الكبيره في الدوري، يعرف اولا هناك واجبات دفاعيه قبل ان يصعد للهجوم. اليوم كاننا بصدد فريق كان دخل ليستمتع ويمتع. لا، ما يحسب لبرشلونه هو احترم الفريق ريال مورسيا، احترمه و يعني ابدى رغبه واضحه في اللعب وفي الفوز وفي تسجيل الاهداف. الشوط الثاني شاهدنا، شوف هذه الهجمه يعني 5 ضد 6، ولكن التهديف والتركيز العالي بالتهديف لأرانيز، اللاعب الشاب اللي سجل ايضا في المباراه الذهاب، اليوم يسجل. هذه كلها مكاسب للفريق لاعبين. لكن احنا تحدثنا قبل المباراه انه فالفيردي يعني يتعامل بواقعيه، يعني لم يزج بلاعبين جدد، ادخل واحد فقط، ادخل لاعبين ذو خبره، على اعتبار ان اذا ما اعتبرنا الينيا اشترك مع اللاعبين الكبار، اشرك لاعبين ذو خبره، كانت تشكيله متوازنه، واضح جدا الفريق لم يواجه اي صعوبه عكس الريال. شاهدنا مثلا امس فريق تقريبا غالبيه التشكيله من اللاعبين الجدد، وبالتالي واجه صعوبه. الريال كان ممكن يحدث ما لا يتمناه الفريق عندما كان متاخرا بهدف واحد، كان ممكن هدف
الثاني كان ممكن يأتي دقيقة 61 دخول سيرجيو روبرتو، أيضا واحدة من الأمور اللي تحدثنا عنها. مهم اللاعب أن يعود بعد إصابة، لاعب شفناه اليوم لعب كلاعب محور، لاعب مرر هدف الرابع من دينيس سواريز، تمريرة رائعة جدا فيها رؤية وفيها فكر. كل هذه أمور تعطيك انطباع أنه برشلونة أو فالفيردي يقوم بعمل كبير. نعم واضح جدا. حتى لو تحدثنا كثيرا بأنه الموسم بداية الموسم لم تكن مشجعة، خسارته بالسوبر ذهابا وعودة أمام ريال مدريد، مشاكل انتقال نيمار لم ينجح في استقطابات كبيرة، ولكن في الأخير الآن يقوم بعمل كبير. الفريق في البطولات الثلاثة هو لم يخسر لحد الآن، في دوري الأبطال وفي الدوري وفي الكأس، ويقدم لاعبين شباب جدد، فريق متوازن، فريق يلعب بشكل جيد بواقعية. حتى في الدوري لم يعني حتى المباراة الماضية شاهدنا امام فالنسيا ادى شوط من افضل الشوط الاول خاصة. هذا يدل ان الفريق يملك فكر، يملك طبعا، يملك ايضا لاعبين مميزين بامكانهم ان يكون لديهم القدرة على ايجاد الحلول حينما تستعصي الحلول. من بين هؤلاء اللاعبين دينيس سواريز الذي دخل في الشوط الثاني ايضا، والذي لعب بالطبع المباراه، والذي كان رأي سجل هدفا رابعا في مباراه اليوم. دينيس سواريز اعتمد عليه المدرب مع بدايه المباراه، وكان له راي حول هذا الفوز. نشاهد. مشاعر جيدة. أعتقد أننا في الشوط الأول أغلقوا كل المنافذ وحركونا من جانب إلى آخر، مما أرهقنا كثيرا لأننا كنا نجري خلف الكرة، ولكن في الشوط الثاني وجدنا المساحات. هدف رائع. أنا سعيد بهذا الهدف وبالأداء قام للفريق. ليس هذا فقط بل أيضا المشاركة واللعب بكعب والباص بكعب. لقد قلت في العديد من المناسبات أنني أتقدم خطوة إلى الأمام وأحاول أن أثبت للمدرب وأن أواصل اللعب في أكبر قدر من المناسبات. دقائق قليلة فقط. نعم، وأتمنى أن نلعب أكثر من ذلك. وشعوري هو أن الفريق وكل عناصره لديهم جاهزية لكي يشاركوا في كل المباريات. 20 مباراة دون أن تخسروا. أعتقد أنها سلسلة رائعة. من كان يصدق ذلك في بداية الموسم بعد خسارتنا أمام الريال مدريد؟ أعتقد أننا نقدم أداء جيد وأيضا فرحين بذلك. شكرا جزيلا. من الحلول المهمة بفريق برشلونة بدأنا الناجح. هناك كابتن بشار ما يقول بأنه في بعض المباريات التي تبدو في المتناول كان من الأفضل أن يشترك بدل أن ينهك إنيستا وأن يصاب حينما أصيب. لكن للأمانة في هذا الموسم ما شفنا مباريات بالمتناول كثيرة لبرشلونة، ولكن مع الفرق دعنا نقول متوسطة التي تدرج في خانة كخيطافي كليغانيس كمثلا الفرق التي كانت أمام جيرونا. ليس نتحدث عن مباريات أمام أتلتيكو مدريد أو أمام فالنسيا أو أمام إشبيليا. لكن برشلونة في هذا الموسم يعني صحيح هو لم يخسر، لكن مو قاعد يفوز بأريحية مثل ما كان في السابق. لم يقدم مستويات كبيرة، يعاني في الفوز لكنه يفوز. لعب يمكن 3 مباريات أو 4 مباريات ضد فالنسيا، ضد أتلتيكو، ضد اليوفي المباراة الأولى. 3 مباريات 4 مباريات لعب فيها بمستواه الحقيقي. أما بقية المباريات برشلونة يفوز، لكن يفوز واقعية، يفوز بمجهودات ميسي، باولينيو أحيانا، سيرجي روبرتو أحيانا. لكن نتكلم عن القادم. في القادم تحتاج دكة، وبشكل شنو هو التغيير كان واضح بالفكر وبالاسلوب. يعني الفريق كان يلعب دائما 4-3-3 حتى عندما تعاقبوا المدربين، لكن فالفيردي غير هذا. وهذا فكر واقعي انه هو لا يملك الثلاث لاعبين في الامام. عندما خسر نيمار، تراجع سواريز، إصابة ديمبلي، يجب ان يغير. غيرت كثير من الاشياء. حتى ميسي تحدث عن هذا الموضوع كثيرا. والتغيير كان بالتدريج، يعني واضح جدا انه الفكر
كان واضح على كل المباريات. نعم ممكن كسب المباريات الصغيرة أمام الفرق الصغيرة، وهذا مهم جدا عكس الريال. ولم يخسر أمام الفرق الكبيرة. نعم ولم يخسر أمام الفرق عكس الريال خسر أمام الفرق الصغيرة، بيتيس. أمام بيتيس، أمام جيرونا وبيتيس، وبالتالي هذا هو الفارق الآن. حتى لو برشلونة يأتي ويخسر أمام الريال سيبقى متصدرا ب7 نقاط، هذا هو الفارق. لا سيبقى 5 نقاط، الآن أصبح الفرق 8 نقاط بعد التعادل. أنت بقيت على 10 نقاط. سنذهب الآن إلى فالفيردي والحديث عن فالفيردي، وهو ترك بصمات مع البداية بعد مباراتي السوبر. شاهدنا برشلونة مختلف تماما كما شاهدنا 20 مباراة لم يخسر الفريق. ماذا قال عقب هذا الفوز الجديد وبعد هذه التشكيلة التي كان يطمح فيها إلى إيجاد البدائل؟ نشاهد. بالطبع في نهاية الأمر نحن لدينا الأجبرية بأن نفوز وأن نأخذ المبادرة وأن نتقدم. أعتقد أن الفريق في مباراة الذهاب وأيضا في مباراة الإياب اليوم كان له سلوك جيد خلال أطوار المباراة وفي الأداء أيضا، ومن هنا جاءت النتائج في مباراة الذهاب وكما قلت في مباراة الإياب. أهداف كثيرة وسيطرنا منذ البداية وحتى النهاية، وهي أفضل طريقة لمواصلة الطريق، أي هذا السلوك الجيد. في كل مباريات برشلونة هنالك اختبارات عديدة. هل أنتم سعداء بأداء الفريق خصوصا في الشوط الثاني؟ نعم سعداء بذلك. في نهاية الأمر النتائج هي ثمرة للأداء وما يقدمه اللاعبون في الملعب. كما قلت تصرف اللاعبين كان اليوم جيد، وبدأنا هذه البطولة بجدية كبيرة، واليوم هي الخطوة الأولى ويجب علينا دائما أن نحترم الخصم. تحدثت مع دينيس الآن في بعد نهاية المباراة